لو عايز تنظف وتطهر دايرة علاقاتك واصحابك تابع الفيديو ده. في الفيديو ده انا جاي اقول لك ازاي تطهر دايرة علاقاتك واصحابك وازاي تختار الدايرة اللي هتكون اصلح ليك وتشدك بناء عن تجربة شخصية على جميع مراحل عمري. طب سريعا كده تعالى نقسم دايرة علاقات الناس او دايرة الصحاب اللي بتبقى حواليك. هما 3 فئات بالظبط. اول فئة دي دايرة ناس مش بتفيدك ولا بتضرك، هي ناس عادية جدا ما بتأثرش عليك لا بالسلب ولا بالايجاب. تاني دايرة هتكون الناس الصالحة اللي هي بتأثر عليك بالايجاب ودايما هتلاقيها منورة طريقك في حاجات كتيرة جدا، ان كان في التعليم في الشغل في كل انحاء حياتك عامة يعني. الدايرة الثالثة دي بقى اجرك الله الناس اللي عايزة تأذيك والناس اللي هي دايما هنلاقيها حوالينا في كل حتة ودايما هنكون بشكل او باخر بنتعامل معاهم يوميا، ما يكونوش اصلا اقرب الناس لينا في الشغل او ممكن يكونوا اقرب الناس لينا كاصحاب. طب الثلاث دوائر دول بقى ازاي بيأثروا علينا كشخص وازاي احنا بنكون مراية ليهم؟ اول فئة الناس اللي هي زي ما قلنا الناس العادية اللي هي لا بتأثر عليك لا بالسلب ولا بالايجاب، انت هتلاقيك مراية ليهم، اللي هو انت ما فيش هدف في حياتك او ان انت عايش بس انت مش عايز تعمل حاجه او مفيش جول معين في دماغك. وفي نفس الوقت انت لا يعني بتاذي نفسك او بتاذي حد، ولا انت اصلا بتعمل حاجه كويسه او بتشد نفسك لشغل مثلا معين او هدف معين في دماغك او ليفل معين للدراسه انت عايز توصل له. فدي الفئه العاديه اللي هو ما فيش حاجه في دماغه مش عايز يعمل حاجه. الفئه الثانيه هي الناس الكويسه اللي هتشدك للصح، انت بتكون مرايه ليهم. لو انت فعلا في دايره فيها ناس كويسه وناس كويسه تعليميا دينيا اخلاق، هتلاقيك انت بشكل او باخر بتطبع زيهم، طبعا بنفس طباعهم حتى لو انت داخل عليهم. هتلاقيك ان انت بدات خلاص، لو الناس دي شاطره هتلاقيك انت بدات تبقى شاطر زيهم. لو الناس دي بتتجمع وبتصلي مثلا في الجامع وقت ما يسمعوا اذان هتلاقيك انت تلقائي بقيت بجد انت هتلاقيك مرايه ليهم، هتعمل نفس اللي هم بيعملوه. الناس دي لو كويسه في الشغل مثلا، لو في شغل بتحققوا تارجت وازاي بيتعاملوا مع عملاء بطريقه كويسه، هتلاقيك انت بتتعلم منهم تلقائي وهتلاقيك انت تلقائي بتزيهم او يمكن تكون احسن منهم. الفئه بقى السيئه الثالثه الناس اللي هي عايزه تاذيك او دايره الصحاب اللي مش مفيده، بالعكس ممكن تكون مضره. وضررها ممكن يكون باين عليك او بيتعكس عليك كمرايه وانت مش واخد بالك، او ممكن تكون انت عارف بس انت مش عارف تصلح من ده. اكيد كلنا عارفين الناس اللي هي بتكون حواليك، شخص مثلا لو هنتكلم على اصحاب ان كان كليه او مدرسه هتلاقي الشخص اللي هو دايما عايز يجرك للحاجات اللي مش كويسه، يشدك للسجاير، يقول لك انا بكلم البنت الفلانيه، انا بعمل فعل غلط كذا كذا كذا. فده هتلاقي دايما الناس دي هو دي حياته، هو ما بيعملش اي حاجه. لو بصيت في حياته او بصيت في البروفايل بتاعه هو بيعمل ايه او هدفه ايه او دماغه ايه، هتلاقيها فاضيه من جوه، ما فيهوش اي حاجه في دماغه غير ان هو بس بيتبع الشهوات بتاعته، ان هو نفسه يكلم البنت الفلانيه، ان هو لسه شارب الحاجه اللي مودياه في حته تانية. فهتلاقي هي دي ده الكونتنت بتاعه، هو ما بيعملش اي حاجه تانية غير ان هو بيتكلم في الحاجات دي. تلاقي دايما هو بيتسابق ان هو يبقى انا افجر واحد، انا اروش واحد فيكم. فانت طبعا هتلاقي الليفل بتاعك بدا ان هو انت بدات تسخن، ازاي ده احسن مني، فتلاقيك انت تلقائي بتتجرر الحاجه السيئه اللي هو بيعملها، فانت بقيت مرايه ليه. نيجي بقى لاهم نقطه اللي هو انت ازاي تنتقي او تختار الدايره اللي حواليك او الناس اللي انت عايز تبقى تكون منهم او شبههم. طبعا ده بيترتب عليه كذا نقطه، بيتك كان عامل ازاي، تربيتك، اهلك، معاملتك مع اهلك، معاملتك مع ربنا، مستواك ان كان تعاملك مع الناس، مستواك في الكليه او في الدراسه او مستواك في الشغل، هل الناس بتتنفر منك ومعاملتك وحشه، لسانك كويس فبتحبب فيك الناس وتعمل حاجات كويسه كتير. فانت لازم تكون كواليفايد او مؤهل ان انت تبقى من ضمن الناس الكويسه او من الدايره الصالحه. مش كل الناس شافت التربيه السويه وهي صغيره، بس ده انت تقدر تكتسبه لما تكبر. انا عارف ان هي دي بتكون صعبه بس على الاقل بتقدر ترفلكت للناس حاجه غير كده، بحيث ان انت تحد من اذيتك لحد. الاذيه مش شرط تكون بالفعل، لا ممكن تكون بكلمه انت بتقولها، بخبث ليك مع صاحبك في الشغل او مع حد في دراستك. فكل ده اذى وصور كتيره للاذى ممكن يبان عليك لو انت فعلا من خلفيه بيئيه غلط. تاني حاجه انك تكون رابط بقى نفسك بهدف مهم جدا، حتى لو هدف بسيط بس هو فعلا هدف يشدك او يخليك انت عايز تقعد مع ناس معينه، عشان مثلا والله الناس دي انا حاسس ان هم بروفيشنال اكتر في الشغل بتاعي او الشغل اللي انا نفسي اشتغله مثلا، او انا لو عايز اتعلم حاجه معينه وانت شغوف بيها ولقيت مجموعه من الناس كده ناس اكسبرت او ناس كويسه جدا في الحته دي، فانت بقى ده هدف ان انت اصلا تخش مع الناس دي او ان انت تكون فرد منهم. بس احنا دلوقتي كده عرفنا انواع العلاقات، تاني حاجه عرفنا ازاي ننتقي علاقه كويسه او دايره صحاب كويسه. خلينا بقى نعمل مقارنه بسيطه كده سريعه، ايه اللي هيحصل لو انا كنت في دايره يعني دايره سامه ودايره صالحه، يعني ناس توكسيك وناس كويسه شدتني. طب انا دلوقتي لو مع الناس التوكسيك هتلاقيني بعمل غلطات كتير جدا، هتلاقيني ماشي على هوايا، ماشي على اي حاجه غلط، ما بعرفش احسبها حلال ولا حرام، ما بعرفش احسبها اصلا. ابقى شخص شهواني عايش بس انا عايز اعمل كذا، انا نفسي في كذا. كل حاجه هتشوفها على النت، كل حاجه هتشوف صاحبك بيعملها مش كويسه، يعني هتبقى انت عايز تبقى حريف فيها تحاول تعلي عليه. فدي نتيجتها في الاخر مش كويسه، نتيجتها مش حلوه، مش هتعمل اي حاجه مفيده في حياتك، مش هتعمل اي حاجه مفيده لاخرتك. فصدقني اي علاقه سامه، اي دايره صحاب مبنيه على غلط مش هتكمل، ولو كملت فاعرف ان في مصايب بعدين قدام مستنياك. طيب علاقه الصحاب الصالحه فيها مميزات كتيره جدا بقى، هي انها تلاقيها بتشدك تعليميا، بتخليك شخص شاطر مجتهد بيسعى للعلم، بيبقى نفسه يعمل حاجات جديده، نفسه يطلع على حاجات كتيره جدا جديده ومفيده.
على مستوى الشغل هتلاقيك في انتاجيه اكتر، بتفيد غيرك، وطبعا اكيد هتكسب من ده فلوس، فتبقى وين وين سيتويشن، هنا ربحانه وهنا ربحانه. بعيدا خالص كل البعد عن الحاجات الغلط اللي الناس التانيه بتعملها. فانت بتعمل كانك بتعمل رصيد في البنك لدنيتك ولاخرتك. حتى يا اخي سبحان الله والله ده هتلاقيه بيأثر على النفسيه كده. هتلاقيك طول ما انت مثلا مع ناس كويسه هتلاقي دايما بالك مرتاح، حتى لو الدنيا حواليك مصايب الدنيا ومزنقه معاك في فلوس، ما اعرفش مين بيغطي عليك في شغلك، بس انت هتلاقيك انت مرتاح طالما انت كده كده متحوط بناس كويسه. هتلاقي انت خلاص نفسيا مرتاح، نومك ممكن يكون متظبط. هتلاقيك حتى لو بتعمل حاجات بسيطه تكون مبسوط بيها جدا. يعني لو انت في اخر اليوم مثلا لعبت جيم او خرجت خروجه بسيطه هتلاقيك انت راضي بيها، عكس الناس التانيه اللي هي يكون دايما صاخب على حياته، دايما مش عاجبه اي حاجه، لان هو يعني كل حياته كلها غلط في غلط. فهو بالنسبه له دايما مفيش حاجه يعني مفيش حاجه هتكيفه، مفيش ليفل معين هيرضى بيه دايما. فربنا مش هيبارك له في اي حاجه هو عايزها، ومش هيكون مريحه. خلوني احكي لكم كده تجربه يعني شخصيه وذكرى كده بحبها جدا يعني. وهو ان انا في فتره يعني كنت في سنه رابعه في الكليه. واحد صاحبي كلمني قال كان في مكان نفسي اشتغل فيه جدا، او شركه يعني نفسي اشتغل فيها جدا، وكنت هموت بقى وابعت لهم واقدم وبتاع. ومره بعت لهم وطبعا يعني ما توفقتش. فبعدها بفتره صاحبي كلمني قال انا رايح اعمل انترفيو كذا 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 وتعالى معايا. فانا طبعا ما كنتش متخيل بقى، وقلت كده كده اكيد مش هتوفق زي قبل كده. فروحنا عملنا انترفيو، كنا ثلاثه وبعدها جبنا اتنين تانيين صحابنا، وبعدين الشركه بقت كلها صحابنا. آه، فالشركه دي طبعا كانت حلم ان احنا نشتغل فيها كلنا، او ان كان هدف كبير جدا اتعلمنا منها حاجات كتير قوي. ما كانش هيحصل كده لو ما كانش صاحبي ده، او يعني دايره الصحاب دي ما كانتش بيور، او ما كانتش دايره صالحه بنشد بعضنا يعني لحاجه كويسه. ما كانش حصل ده. رحنا سبحان الله، رحنا المكان ده، اتعلمنا حاجات كتيره جدا، اتعلمنا حاجات كتيره فوق ما نتخيل. اتعلمنا اول حاجه ازاي نتعامل مع ناس، كميه الناس اللي بنتعامل معاها في اليوم، ان كان الناس اللي شغالين معاها في الشركه او الناس العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم. اتعلمنا حاجات كتيره جدا في التعامل مع الناس. اتعلمنا حاجات كتيره جدا في اللي احنا اصلا كنا رايحين نقدمه. يعني احنا كاخصائيين تغذيه اتعلمنا حاجات اصلا في التغذيه اكتر، وحاجات اكتر يعني عملنا فيها عليها براكت في المكان هناك. ما كنتش اتخيل يعني كنت متوقع ان الكليه خلاص هي مداني كل حاجه. لا، اكتشفت ان في حاجات كتير قوي في الناحيه بقى بتاعت التعامل دي كنت مفتقدها. اتعلمت حاجات كتير جدا عن التمرين، اساس اصلا التدريب والتمرين اتعلمته بنسبه كبيره في المكان ده. فنقطه زي الشغل كده، ونقطه الشركه، وان صاحبي كلمني وبعدين احنا كلمنا ناس صحابنا وبقينا الشركه كلها يعتبر صحابنا. فحاجه زي كده انا كل مره افتكر اللقطه دي، وافتكر احنا كان نفسنا ان احنا نبقى شغالين في الشركه. دلوقتي احنا بقينا يعتبر يعني من مؤسسين الشركه يعني دلوقتي، او من الناس القديمه فيها. واللي برضه الواحد سايب ذكرى كويسه واثر كويس في المكان ده. فما كانش هيحصل كده لو احنا ما كناش ناس كويسه مع بعض، او ان احنا كنا اصحاب كويسين مع بعض. وعلى العكس الناحيه التانيه خالص بقى من اللي احنا بنحكي فيه، شفت بعيني وسمعت وحصل معايا ان انا كنت برضه قابلت ناس مش كويسه برضه، ما كانوش كويسين نفسيا، ما كانوش عايزين الخير ليك. هم شايفين ان هم بس انت لو انت بس قسمتهم في اللي هم بيعملوه ده، معناه ان انت بتاخد رزقهم والكلام ده كله، او ان انت كده هتبقى احسن منهم يعني، ان كان في الدراسه او في الشغل. عرفت الفرق بين ان انت ازاي تفرق بين صحابك، ازاي تختار الناس كويسه من الناس اللي هي ممكن تكون بس معارف على السوشيال ميديا، ما ينفعش تدخلها في حياتك اكتر من كده، او تتعامل معاهم او تطلب منهم حاجه او هم يطلبوا منك حاجه، لان هتفتح باب للتوكسيسيتي. ان انتوا لازم هتلاقي لهم مدخل ليك، لازم هيرزوك في حته. برضه في حاجه كمان تجربه شخصيه ليا في الجيش. انا من الناس اللي ما بتعرفش تتعامل مع ناس مش نفس دماغك. فانك تلاقي بقى ناس نفس دماغك في مكان كبير جدا مليان ناس من بلاد مختلفه وثقافات مختلفه وخلفيه بيئيه مختلفه وبيت مختلف وتربيه مختلفه، ده كان صعب. هتلاقي دايره علاقاتي في الجيش يعني هتلاقي منهم دكاتره اسنان اعرفهم، اتعرفت عليهم هناك، ناس علاج طبيعي اتعرفت عليهم هناك، ناس اكسبرت جدا في البيزنس وشغالين في البيزنس والسيلز والكلام ده كله. فبدات ان انا انقي وسلكت كده من المكان ده كله الناس اللي فعلا انا شايفها ناس كويسه. فالناس دي نفس دماغي بره، الناس دي شاطره، الناس دي بتحاول تضيف لنفسها، الناس دي مش زي الناس التانية برضه اللي شفتها في الجيش. في ناس كتيره جدا في الجيش مضره بجد، مضره بالصحه. يعني الناس دي لو اتعملت برودكت هيبقى مبيد بشري، ما ينفعش يعيش مع حد. انا جربت ده وجربت ده وعرفت فعلا وايقنت ان انت لا، انت لازم تبقى في الحته اللي انت نفسك تشوف فيها مثلا نفسك وعيالك قدام. انت لو حته انت تفتخر بيها وتقول اه والله انا كويس، انا الحمد لله ربنا كرمني ان انا بقيت في المكان ده او مع الناس دي، لان ده فعلا هتلاقي هي دي النعمه اللي هتفرش لك لقدام، او الحاجه الباقيه اللي هتفضل لك. ان زي ما قلت كل حاجه هي بتبقى مرايه ليك، ومرايه عن افعالك، ومرايه عن النواتج افعالك. فلو انت عايز اخرة كل حاجه انت بتعملها تكون كويسه، فانت الفكره كلها في الروت نفسها، او الجذع او من الاساس نفسه.
الجو حرر قوي. انا بقالي كتير فشخ ما عملتش فيديوهات لونج، يعني بقالي كتير جدا، بقالي بتاع 10 شهور ولا حاجه ما عملتش فيديوهات لونج او اكتر. بدات اخر فتره اعمل شورت فيديوز او ريلز على تيك توك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام وفيسبوك. بقيت بعمل محتوى عن التغذيه. ان شاء الله قريب ادخل حته التمرين. فبس انا عارف ان الفيديو ممكن ما يوصلش لناس كتير، انا ما بوصل يعني ما بسعاش ان انا في الفيديوز لونج ان انا اوصل للريتش والناس كتير. بس انا ببقى دايما كل فتره من الزمن كده بحب ان انا انزل حاجه لونج تبقى دوكيومنتد عن المايند سيت اللي انا فيها دلوقتي. يعني هتلاقيني من كام شهر كنت منزل فيديو مثلا عن حاجه انا اكيد كنت عايشها قبل كده، فانا بتبقى هي حاجه دوكيومنتد ليا قبل ما تكون حد يتفرج عليها. بس فعايز اتعلمه طبعا عشان احاول ان انا دايما استمر. انا بحاول اعمل حاجه، فاتمنى تشجعوني على حاجه زي كده. فما حدش بقى ينسى السبسكرايب واللايك وشير، يعني اعملوا كل حاجه. انزل خد لك لفه كده على الشانل بتاعتي، هتلاقيني بعمل فيديوز شورت حلوه جدا. بص على الكونتاكت، خش انستجرام، خش الفيسبوك بتاعي. يعني عايزك تروق عليا كده وتقول لي كده خلص الجيش على خير، عشان يبقى في انتاجيه الفتره الجايه باذن الله. في دماغي اعمل حاجات كتيره جدا، بس يعني ربنا يبعت من عنده. بس انا محمد حلمي، بحاول انظف دايره علاقاتي. حاول انت كمان تنظف دايره علاقاتك. سلام.